مصريين، فنانين، سياسيين، اعضاء مجلس شعب، مطربين، قول زي ما تقول، حاجه اكتر من رائعه، حاجه الحقيقه ملحمه، التزام لعيبه الاهلي، التزام لعيبه الزمالك، معسكر الزمالك اللي كان مقفول بشكل بالضبه والمفتاح، احمد مرتضى منصور ودور كبير جدا، مرتضى منصور من هنا، وقلنا ان هو موجود في نادي الزمالك لاستقبال عدد كبير جدا، ايه الالوفات اللي كانت موجوده دي، ايه العظمه دي، ايه الشكل الرائع، ايه الالتزام ده، لعيبه بتسلم على بعض، ادب، اخلاقيات، شيء الحقيقه اكتر من رائع. الف مبروك لنادي الزمالك حصوله على بطوله السوبر المصري او كلاسيكو العرب. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ سيف. اخبار حضرتك ايه؟ وحشني. الحمد لله على السلامه. واخبار البدل الشيك؟ جبتي طبعا 10 12 بدله بقى ما شاء الله. الفلوس كلها اللي باخدها من قن راحه في البدل، مش بدل بشكل او لا، والبتاع الوردي الجميل اللي انت بتحطه على الجاكيت دي والله. ابعت لنا اي حاجه يا سياده المستشار. مش احمد مجاهد اللي حاطط مش عارف ايه على البتاع. حبيبي احمد، حبيبي ازيك؟ سنه السودا ده عمل مصيبه. معلش عمل ايه بس؟ عمل ايه؟ احنا كنا في اتحاد الكوره، اسمع بس النبي يا سيف عشان ده الموضوع مهم. طيب اتحاد الكوره الجمعيه العموميه اللي فاتت، هو فاكر نفسه ايه الواد الفلاح بقى اللئيم الذكي ما يعرفش ان انا من فلاحين بشلوش. الجمعيه العموميه اللي فاتت في بنود اتفقنا عليها وفي بنود رفضناها. كويس. من البنود اللي احنا رفضناها واحد الاستبدال. تمام. فهم غيروه بحاجه اسمها الاستهبال الجديده دي، واحنا يعني كلناها. تمام. لان انا كان عندي ناقص واحد في القائمه وهو خدته حسام باولو التزاما بان انا كنت رافض الاستبدال. تمام. مظبوط. تمام. ده نمره واحد. نمره اتنين، لما اتعرضت لجنه القيم واثر راجع والكلام العبط المكتوب دون، كلنا رفضنا الكلام ده. قلنا مين في اتحاد الكوره عنتر يقدر يحاسب رئيس نادي او عضو مجلس اداره؟ اللي بيحاسبه الجمعيه العموميه. كلام واضح ومتسجل على فكره والناس كلها وافقت على الكلام. تمام. واجلناه. نمره ثلاثه وده الاهم بقى، لما جينا نتكلم على رابطه الانديه والاقتراح اللي هو كان عامله عشان يخلص مني انا كمرتضى منصور رئيس اللجنه، قال لك ايه انه اعضاء يبقوا من خارج، واحد بيعيب بيفتي يعني مش مشكله، كل ده عشان ايه؟ انا رجعت له الرز والفسيخ بتاعه فطير مشلتت. تمام. لان انا ما باخدش هدايا من حد من صاحبي يعني. المهم اتفقنا انه ناجل موضوع رابطه الانديه للسنه الجايه لغايه ما الانديه تعمل لائحه بتاعتها. وكلفنا الاستاذ محمد عبد السلام طبعا بعزيه طبعا في فد السيده زوجته رئيس نادي المقصه انه يعمل مشروع لائحه رابطه الانديه، وفعلا عمله. تمام. لما يجي لي انا بقى جواب رسمي امبارح من اتحاد الكوره بيستهبل، يقول لك ايه خلاص رابطه الانديه احنا اتفقنا عليها. لا ما اتفقناش يا بابا، ده انت بتزور رسمي واطلع على النيابه على طول. فانا مستني هاني ابو ريده اذا كان وصل ولا ما وصلش مع اتحاد الكوره. الورق اللي جالسه كلها متسجله. لا الكلام ده اتفقنا عليه، ده تزوير رسمي. وعيب انه يعمل دون. الاعضاء اللجنه اعضاء الجمعيه العموميه كلهم ناس محترمين، ناس كلهم انت شفت الوعي اللي عندهم طبعا، ناس بيناقشوا بحضاره محترمه وتحضر محترم. فاللي عمله الاخ مجاهد دون كان ده يروح مدينه هناك في الحمول مش عندنا. عيب. فانا بقول لك دي انا جالي جواب اللي عمله ده جريمه اسمها جريمه تزوير. حضرتك بس انتظر 24 ساعه، كابتن هاني جاي بكره، حضرتك تتكلم معاه وبعد كده توصلوا ان شاء الله باذن الله لحلول. اسالني بقى تسالني فيها سيف. مبروك للزمالك. الله يبارك فيك، متشكرين. وما هو يعني ما انا قلت الفرو شاوي دقت بركه مرتضى، ادي بركه مرتضى. دلوقتي ابنك تعبنا قوي هناك. طبعا انضباط. قفل المعسكر ضبه ومفتاح. انا النهارده انا قاري موضوع في الاهرام المسائي بصراحه يعني حاجه محترمه راقيه، كان بيشيدوا احمد انه كان عامل حاله من الانضباط الشديده واخد بالك. وفي نفس الوقت زعلني جزء كده بيقول لك اصل محمود طاهر عمل فيلم تسجيلي عن ابنه. هو عملوا فيلم تسجيلي عن رئيس نادي الزمالك وعن رئيس نادي الاهلي. تمام. محمود طاهر عمل فيلم تسجيلي عن مين؟ هو النهارده بيهاجموا الاستاذ محمود طاهر انه ما كانش مركز مع الفريق وعمل فيلم تسجيلي اللي هو اتعمل مع الاستاذ يعقوب عملوا قبله بكتير وحضرتك عامل غير كده يا بيه وعملوا معايا انا وكسبت يعني مش فاهم يعني. يعني انا عايز اعرف ايه علاقه الفيلم التسجيلي اللي اتعمل. بالعكس الفيلم التسجيلي بتاعي كان بدايه ب 60 نيله وما خليتش حد حد يعني لما اتكلمنا عنه انه غلط وده غلط وده غلط، حتى النائب العام اتكلمنا عنه يعني. تمام. ايه اللي عمله محمود طاهر عشان الفيلم التسجيلي هو السبب في انه ضربات الجزاء ضاعت. الفيلمين محترمين جدا. عايزين لما نيجي بس لما نيجي ننتقد عايزين ننتقد بموضوعيه. تمام. لازم نقول انه الاهلي والزمالك كانوا معرضين للخساره دي. ليه؟ طبيعي. بسبب المنتخب. انا لما يكون عندي لعيبه منتخب هنا وهنا واخد بالك، لكن هو في النهايه ده ماتش الزمالك خسر او شرب من الكاس ده قبل كده من النادي الاهلي بضربات الجزاء. تمام.
الاهلي شرب اول امبارح بنفس الكاس عشان يقول لك ايه اصل ضربات الجزاء. طب ما هو الاهلي واخد السوبر السنه اللي فاتت ضربات جزاء، هو مش في ضربتين جزاء اتحسبوا ضد الزمالك وكهربا لما خطف الكره محمد ابراهيم واداها في ايد الواد، ما هو ده ضربات جزاء. فعايزين نقول يا جماعه، لا نقول ان كان في ماتش محترم، كان في جماهير محترمه، كان في تحكيم عادل على لحد كبير جدا، تمام. كان في منظومه اعلاميه شفناها، يعني الصراحه ده عمله يعقوب السعدي، وانت طبعا لانك انت اصلا ما حدش عارف انت اهلاوي ولا زملكاوي لغايه دلوقتي، انت دمياطي تمام. لكن اللي عمله طبعا، لو قلت لك هتعديها، لكن اللي عمله مدحت شلبي لا يليق براجل في سنه، راجل عنده 75 سنه يعمل العمايل دي ويجيب ماتش. شيكابالا بيبص لي يعني ازاي هو ميدو ازاي 75 سنه، ما هو ده التاتش بتاعي يعني. مش انا مش فاهم الحته دي. اللي عمله ايه؟ اللي عمله مدحت، استاذ مدحت شلبي في سنه ده عنده 75 سنه. عمل ايه؟ لا انت شفت قبل الماتش جاب 6-1 وقعد لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش قبل مطوشه مهمه، واخد بالك؟ الكلام ده ما ينفعش قبل مطوشه مهمه. وانا برضو ليا حساب مع محمد كامل ان شاء الله اما اشوف خلقتهم يجي ان شاء الله. مفيش مره تحاسب محمد كامل وتقول له شكرا على التغطيه لا ما بقولوش شكرا لانه لا بقول لك ايه، مفيش مره جزء من السوبر كان اسمه مهرجان التسول. صحفيين راحوا عشان ياكلوا ويشربوا، فكروني احيانا ببقى رايح فرح كده الاقي ناس عماله تاكل هنا وهنا بشراسه يعني. معلش بس الناس لا راسا بس لا راجل العريس هو راجل العروسه، امال ايه جايين ياكلوا؟ معلش حضرتك اسمعني بس حته، الناس راح تغطي حاجه والله العظيم والله العظيم نفتخر. محمود مسلم راح يغطي رقصه بالكوره. معلش دي واحده بس، رقصه بالكوره. هو اعضاء مجلس كامل جابوا من الجابون، اعضاء مجلس الشعب على عشان يقول لك ده مرتضى منصور تعليمات بالامر. خليني يا سيف النبي من فضلك. طب والنبي بس لا انت طالبني عشان تسمعني مش عشان اسمعك. لا انا طالبك عشان اسمعك، بس انت عارف النبي ان انا في حاجات يعني عشان خاطر. لا ما ينفعش ان ولد زي ده يطلع عشان خاطر ثاني. اواني ابو ريده بيطلبنا اهو، ممكن تطلبني بعد دقيقتين؟ لا استنى، انا هخليه يطلبك تاني. عشان ده الرئيس بتاعك. مفيش مشكله، خليك معايا وانا هخليه يطلبك تاني، مش مشكله. طب هقول له ممكن اقول له طيب قول له حضرتك وانا معايا. يا استاذ هاني انا معايا سيف زاهر على الخط الثاني في الاذاعه، فبقول له يا ابني عايز ارد على رئيس الاتحاد بتاعك، قال لي لا مش مشكله خليك معايا. وقعنا في الراجل طبعا لانه بياخد فلوس طبعا بالدولارات. اسمح لي وقعنا في الراجل ده، انا هفضحهم دول فضحونا واخد بالك. الله يبارك فيك واديني 5 دقايق وهطلبك انا بعد ما اخلص كيف يعني. واخد بالك لما يطلع ولد اسمه عويس وولد اسمه شريف عبد القادر يقول لك مرتضى ادى تعليمات بالامر ثاني بالامر لمحمد حلمي انه يلاعب 2 راس حربه باولو طب انا عايز اقول لك مشهدين مالهمش علاقه بالموضوع ده خالص. مشهدين محترمين جدا. اول مشهد احمد مرتضى منصور، دول مشهدين يخصوك بحقيقه وانا تابعتهم بنفسي. احمد مرتضى منصور قفل المعسكر وعمل التزام وطلع عينينا، مع الشكر ليك طبعا ان انت يعني سهلت لنا ان احنا نغطي شويه احيانا. بس الحقيقه احمد يعني كسب الرهان. المشهد الثاني بقى اللي انا استغربته جدا، امير شفته في الاستاد، وده مشهد الحقيقه يدل على الاحترام وعلى الالتزام بشكل كبير جدا. امير كان قاعد في الدرجه الثانيه لابس شيرت نادي الزمالك وقاعد. انا اول مره اشوف المشهد ده لان انا كنت بغطي في الاستوديو وقاعد قدامي وسلمنا على بعضه. بعد الماتش محايله رهيبه لامير انه ينزل الملعب ومش راضي طبعا، وقال ممنوع طبعا. وجم الناس حاولوا يشدوه بتاع، وجم الناس الاماراتيين ممنوع، قال لهم انا نفسي بقول ممنوع. مفيش اي حاجه. مشهد الحقيقه محترم، عيال متربيه حقيقه مشهد محترم. ابوه مرباهم كويس، ابوه بس هو طلع لسانه طول شويه. دي ان شاء الله باذن الله ربنا يهدي الدنيا. راح كام واحد بقى نادي الزمالك؟ فين؟ نادي الزمالك في كام واحد كان بيتفرجوا هناك؟ 70,000. 70,000. شفت لما انا عملت الدعوه لحضرتك وقلت لحضرتك انك عامل سندوتشات وحاجه ساعه والمستشار مستنيكوا هناك. بص شوف انا فعلا دعاني الشيخ حمدان بشكره جدا، الشيخ منصور رئيس نادي الجزيره بشكره جدا جدا، الشيخ هزاع صاحب الاستاد اللي لعبنا فيه تقريبا السنه اللي فاتت وشكرتهم جدا. ما كانش ينفع ان مجلس الاداره تقريبا كله هناك ومدير النادي شعبته رايح ونائب مدير النادي راح ومدير التسويق رايح ومدير العلاقات العامه رايح، وانا وبصراحه يعني المشهد هنا طبعا مع احترامي طبعا هروح طبعا هسافر باذن الله ابو ظبي خلال 10 15 يوم نشكر الناس على الاقل هناك، لكن ما كانش ينفع اسيب 70,000 موجودين في النادي. 40,000 عضو عامل 40,000 عضو عامل و30,000 فتحت لهم من الابواب من الجمهور ودخل الممر الكبير اللي هو بتاع جامعه الدول العربيه، ما كانش ينفع وتحصل مشكله واحده
او عيل الحمد لله ما حصلش عيل اصيب، بس الحمد لله ده فضل من ربنا. فانا فضلت ان انا، وزي ما انا قلت قبل كده، في اسد هناك اسمه احمد مرتضى، وفي اسد هنا اسمه مرتضى منصور، مفيش مشكله، وده ثقه. واحنا ده اللي قلناه قبل كده، لو تفتكر ان لما ميدو خد الفرصه انه يبقى مدير فني، ومؤمن خد فرصه يبقى مدير فني، واخد بالك؟ الجيل اللي طالع الجديد ده لازم نشجعه. شوف انت اشدت والناس كلها اشادت برئاسه احمد للبعثه طبعا، مع انه طلع عينينا، والله طلع عينينا. انا بقول لك، فده وان شاء الله شيكابالا اسبوعين ثلاثه هتلاقيه مثلا مدرب هنا مع عندنا في نادي الزمالك. مش هتحن عليه بقى وخلاص. هو قدام، هو قدام قاعد، هو ميدو قدامي، هما الاثنين قدامي. ميدو هيكلمك. ميدو احمد حسام. اهو اتفضل يعني. لاول زياره ياتي لنادي الزمالك، واخد بالك؟ بعد البيت رغده شرهوب بتقول له انت قاعد عامل في النادي؟ قال لا ليه؟ عشان ما يشطبنيش. معاك. الو، عرفت ان احنا هنتلاقى. حبيبي يا سيف، مساء الخير. وحشنا ميدو، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. ايه التجمع ده بقى؟ اللهم زدني علما. لا يعني طبعا انا يعني خدت فرصه ان فوز نادي الزمالك بالبطوله السوبر، وجيت الاول ابارك للمستشار مرتضى منصور، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان انا لقيت ان في ترحاب يعني كبير من المستشار مرتضى ان هو يسامح ابنه شيكابالا. ده نمره واحد. وطبعا مع التعهد بالتزام شيكابالا في الفتره اللي جايه مع الفريق، وبعد ما اتاكدت ان شيكابالا يعني كان ملتزم بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، لكن حصل بس سوء تفاهم. فانا لما لمست يعني ان في ترحاب من المستشار مرتضى، انا قلت له انا هجيب لك شيكابالا واجي لك، والمشكله كلها تنتهي باذن الله، وشيكابالا ينضم مع الفريق. وبعد كده طبعا اشراكه من عدم، وده راي وقرار الكابتن محمد حلمي. فانا شايف ان انا دوري كزملكاوي قبل اي حاجه، قبل علاقاتي الطيبه مع الجميع، ان انا لما يكون في واحد من ابناء نادي الزمالك يعني مش عنده مشكله بس في سوء تفاهم، دور ان احنا نصلح الامور، وباذن الله النهارده نروح ناجحين في اللي احنا جايين فيه ده باذن الله. كم انت عظيم والله حبيبي يا سيف، حبيبي والله. دايما حابب ابقى فخور بيك، بتفكيرك وبادائك وبالخطوات اللي بتعملها. اخر حاجه نتخيلها ان انت عند مرتضى منصور ومع شيكابالا، اخر حاجه. لا ازاي، بالعكس، نادي الزمالك ده بيتي. الحقيقه برضه يا سيف لازم اقول لك ان انا بقالي سنه ونص ما دخلتش نادي الزمالك. النادي بدل صح. يعني النادي فعلا بقى كأنه واحد من ارقى الانديه في مصر كلها على المستوى الاجتماعي، كل حاجه يعني، حمامات سباحه والنظافه والنظام اللي موجود. بقول لك ايه، فاكر اما المستشار مرتضى قال لي الكرافته دي منين؟ لا الحمد لله انا فخور بالوضع اللي موجود فيه نادي الزمالك، ومتاكد ان نادي الزمالك يعني في الطريق الصحيح، وان شاء الله يعني برافو عليك يا ميدو. ان شاء الله ماتش السوبر ده يبقى بدايه عوده نادي الزمالك لمنصات التتويج. طب ما تدينا شيكابالا نسلم عليه. انا عارف انه مستحيل بس حاول فيها، والله هسلم عليه بس. والله هو طب انت سلم عليه وهو مش هيقول لك حاجه، هيسلم عليك يقول لك طب انا هسلم عليه والله. طيب سهل. الو، عارف ان انت في الحاجات دي في مشكله، والله وحشني وعايز اسلم عليك. وانت كمان والله. ربنا وحشني كله تمام. ربنا يوفقك ويكرمك، ومن تألق لتألق، وتفضل دايما كده معشوق الجماهير. ربنا يخليك يا حبيبي، وعايز اشوفك قريب بقى. ربنا يخليك، ربنا يوفقك يا شيكا ان شاء الله. يخليك. حبيبي ربنا يكرمك. طبعا يعني حدث ولا حرج، دي من المعجزات، بس هي ارزاق في الاخر. اطلب مستشار مرتضى منصور، الاقي عنده ميدو، ناخد شيكابالا. يعني الناس كلها ممكن تقول ان ده تحضير كبير وجهد، والله العظيم دي ارزاق. يعني انفراد الحقيقه المستشار مرتضى منصور بميدو بشيكابالا حاجه اكثر من رائعه. وزي ما قلت لكم ميدو يعني ازاي انت كبير، ازاي انت عظيم، ازاي كل يوم بتعمل موقف محترم لجمهور نادي الزمالك، ازاي النهارده شيكا النهارده ما بيهموش وبيروح يلتزم، وهيرجع ان شاء الله باذن الله، وهيرجع مع نادي الزمالك وهيتالق. يعني نختلف مع مرتضى منصور احيانا الحقيقه في حاجات كتير، ممكن في تصريحات، في عصبي، في تجاوزات. انا مختلف معاه في تصريحاته قبل لقاء الاهلي والزمالك، كان فيها عصبيه زياده والمباراه خلاص لعب، ولكن طيب يعني مهما يكون شيكابالا مش راجع، يروح له ميدو، خلاص الامور تنتهي على خير. يعني اعتقد ان احنا دايما وابدا بفضل الله بنجيلكم بالجديد.